ليه بحب فيلم ايس كريم في جليم؟ انا بعشق الفيلم ده بكل تفاصيله. الفيلم ده بيقدر يدخلني في حالته المميزه كل ما اتفرج عليه. تحسه كده فيلم وثائقي لمصر في زمن التسعينات، من شكل الناس ولبسهم وشكل الشوارع وقتها، زمن نوادي الفيديو والجواكت الجلد والشعر الهايش والهدوم الواسعه واضواء النيون بتاعت محلات الاكل ومحلات الورد في المعادي، الستايل الغربي اللي كان بدا يطبع على كل حاجه وقتها، بفضل خيري بشاره وتصوير طارق التلمساني اللي قدروا يحسسوني بحاله الشجن والغيوم اللي في شوارع القاهره في عز البرد في ديسمبر. الفيلم ده اعمق بكتير من فكره الشاب اللي صوته حلو اللي بيعجب البنات، كان بيرصد تمرد الشباب واحلامهم اللي ضاعت للاسف في معركه الانفتاح والطفره اللي كانت في مصر وقتها. من اول سيف اللي بيحلم يبقى مغني اللي بيحب الايس كريم في عز البرد، ونور الشاعر اليساري اللي بقاله 10 سنين في كليه تجاره عشان بيحلم يبقى شاعر، وبدريه اللي شغاله في استراحه على الصحراوي اللي بتحلم تبقى من الطبقات الغنيه، وزيكو منتج الاغاني الراسمالي اللي بيستغل احلام الشباب لمصالحه الشخصيه، وزرياب الملحن الشيوعي المحبط التايه في زحمه المدينه. الفيلم ده صناعه اجمعوا انهم هيعملوا فيلم مختلف في كل حاجه، مختلف في الطريقه اللي بيحكوا بيها الفيلم وطريقه التمثيل، وحتى الحوار اللي كان بين الممثلين لو ركزت فيه هتلاقيه بيتكلم عن الواقع اللي بنعيشه دلوقتي، كأن خيري بشاره كان عايز يسجل المرحله دي في مصر بكل ايجابياتها وسلبياتها. حتى الاغاني كانت معموله بطريقه جديده عن اغاني الافلام وقتها وعن الشكل اللي الناس متعوده عليه من عمرو دياب. وبينتهي الفيلم بانتصار للشباب، وان اخيرا سيف واصحابه حققوا حلمهم وقدموا فنهم للناس، وان الشباب لو حد بس ادالهم فرصه ممكن ينجحوا ويكسروا الدنيا.